ازيكم يا شباب؟ بعد فيديو علي سبايسي وفيديو قشطه يابا قلت نتكلم عن فيلم اشتاتا اشتوت للمغني مدحت صالح اللي مش هيكون اخر فيلم ليه معانا، والفيلم ليه ذكريات معايا، وان للاسف كنت بحب الفيلم ده وانا صغير، وكنت مستغرب ليه الناس بتقول انه وحش، لان اخر مره شفته فيها كان على قناه ميلودي افلام، بس لما شفته دلوقتي وانا بكتب السكريبت عرفت هو ليه وحش فعلا. وقبل ما نبدا احب اشيد بحلاوه البوستر والبوز اللي واخده مدحت صالح. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ بيبدأ الفيلم باننا بنشوف شلتوت بيصحي صاحبه ابراهيم علشان يروحوا الشغل، نشوفهم راكبين ميكروباص، واحده بتسأل شلتوت الساعه كام، بتفتح معاه كلام ولكنه بينفض ليها، وانا بقول وسامتك مقويه قلبك يا فنان، وصاحبه يرد عليها بس تبص له بقرف. بعدها نشوف عصام بينفخ شلتوت وصاحبه شغل، وبعديها نشوف فريده عايزاه وتديله ورقه فيها ترقيه لشلتوت وتقول له القرار ده يتنفذ فورا. بعدها نشوف شلتوت بيغني ويقول انا مالي مش عاجبني، مالي حالي مش عاجبني، ونشوف الورد بلاي اللي على حق، وابراهيم يقول ايه الدنيا بتمرجحوا مش عايزه ليه تريحوا، ما هي لازم تمرجحوا ما تريحوش باللي انتوا بتعملوه ده، لازم تتمرجحوا. المهم بنشوف فريده راحت لهم المطبخ وتقول له ان هم اتنقلوا للعلاقات العامه، تقول له بحبك ويقول لها بموت فيك، وهيما واقف ماسك البشكير ومستمتع، ثم يأتي عصام هادم الملذات ومفرق الجماعات وينقذنا من الكرنج ده. بعدين نشوف ابو فريده بيقول لها انها تسافر علشان يبعدها عنه ولكنها بترفض، وبابا بعد كده بيروح لشلتوت ويمشيه ويقول له ابعد عن فريده، ويقول له همشي من الشغل بس ان ابعد عن فريده ده مش هيحصل ابدا، ويلعب له بحواجبه. يقوم شلتوت بقى عامل ايه عشان ينتقم منه؟ يمسكوا الاطباق كلها، وكان ممكن انه يحطوا الاطباق عادي يعني هي مش كتير بس تقع على الارض والاطباق كلها تتكسر. بعدين نشوف شلتوت انه بيقول لصاحبه ان ابوه ضيع الفلوس بتاعته كلها على كتب السحر. بعديها نشوف شلتوت وابراهيم قاعدين وشلتوت بيقرا قران، يطلع من الكيس قراطيس ويقول له الكيس ده فيه كل لوازم تحضير الجن والعفاريت، وانا بقول يا الله ايه ده جنان رسمي، بتقرا قران وبعدين عايز تحضر؟ انت مجنون ده اولا. ثانيا انت لا تفقه شيء عن التحضير، هتحضر ازاي بس؟ وبتبتدي جلسه التحضير ويعمل عمل لابو فريده، ونشوفه قاعد في الطشت، والطشت قال لي الطشت قال لي يا حلوه ياللي قوم استحمي، وفريده على الجانب الاخر بتستحمى هي كمان. بعدها يرش العمل لابو فريده ويرقص، هرقص غصب عني هرقص غصب عني غصب عني هرقص. بعدها ابو فريده بيروح لشلتوت بيته ويقول له يرجع الشغل وان بنته بتحبه، ويروح ويقابل فريده ويغني لفريده، والصراحه صوت مدحت صالح حلو يعني مش هقدر اتكلم عليه وهو بيغني الاغاني الطبيعيه بتاعته، بس سيبك انت من الاغنيه اللي في الاول بتاعت الفيلم دي والاغنيه اللي هتبقى جايه بعد كده. بعدها يعمل عمل تاني لابو فريده ويرقص تاني، هرقص غصب عني هرقص غصب عني غصب عني، ونشوف انه اترقى وبقى نائب المدير العام، صاحبه بقى في الريسبشن، وفريده تخش وتبارك له ويقول لها بحبك وهي تقول له بموت فيك، وكيس الجوافه قاعد وهو بنفسه اللي قال كده على نفسه. المهم بعدها شلتوت يشغل عصام في خدمه الغرف، نوع من انواع الانتقام. بعدها نشوفه ماسك كتاب ونام، وتطلع ليه مرمر تعمل له اش ويصوت ويبقى راكب العربيه وتطلع ليه ويخاف وتقول اش تاني وتختفي. بعدين نشوف انها طلعت ليه على الكمبيوتر ويطلع يجري ويبقى قاعد مع فريده ويشوفها تاني. بعدين يبقى ماسك الكتاب وتطلع ليه تاني وتقول له انها جنيه وان هو اللي حضرها، وتقول له انها بتحبه ويغمى عليه. ونشوف اسوأ استخدام للكروما، ما تفهمش دي حضاره يونانيه ولا رومانيه ولا حضاره اسك كوتشينه، انت ما تفهمش. تقول له انهم رايحين لقصر ملك الجن، ونشوف مين هناك؟ احمد هارون، ويمسكه ويضربه ويصحى من النوم ويفتكروا انه كان بيحلم، بس يلاقي مكان البوسه بتاعت مرمر موجوده، وتطلع ليه ويندى على ابراهيم وتقول له الجمله الشهيره انا محدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك، ويغمى عليه. بعدين نشوفه في المكتب بتاعه ونعرف ان كل اللي حصل معاه ده بسبب مرمر مش بسبب العمل والكلام ده، وتقول له انها بتحبه، ويطلع احمد هارون تاني يقول لها انا بحبك وتقول له انا ما بحبكش. بعدين نشوف شلتوت قاعد مع فريده اشتاتا اللي هو احمد هارون يظهر لشلتوت وفريده تشوفه وتقول له انها عارفاه وبتحبه، ويروح علشان يضربه بس يطلع مين؟ يطلع ابوها ويغمى عليه. بعدها يظهر له تاني ويختفي في اروع ما قدم في عالم الجرافيكس. شوف النتانه شوف القرف. وبعدها كلام بين مرمر واشتاتا ويقول لها انه بيحبها، تقول له انا بحب شلتوت في الليل بيفوت. بعدها نشوفه طالع ليه من الصندوق في تاني اروع ما قدم في عالم الجرافيكس. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ المهم بعدها بنشوف مرمر اخدت شلتوت واغنيه اشتاتا تاتا تاتا شلتوت توت توت توت، وهارون يقول الواد ده مين ابن المجانين، الواد ده شبه البني ادمين، ومرمر تقول مجنون مجنون بس عاجبني، هو انت مين علشان تحاسبني، والكورال يقول ايه هيعيط هيموت هيطق ايه من شلتوت. نوقف العبث ده
نوقفه بعد اذنكم. بعديها نشوف اشتاتا مع فريده ويستخدم السحر بتاعه اللي على هيئه شعاع علشان تحبه، بيتخانق معاه ومرمر تقول له اعقل علشان ما يقولوش عليك مجنون. بعدها نشوف فريده بتلعب بينج بونج مع اشتاتا وشلتوت يقول له ابعد عني، يقول له واحده بواحده. ثم بعديها نشوف ابو مرمر يحاول يصلح بين مرمر واشتاتا، ويروح لشلتوت ويقول له انه ليك الامان وانه هيصلح حاله. ونشوف محاضره انهم في عالم موازي الجن العرب اتحدوا وقضوا على الجن الاسرائيلي وحرروا فلسطين، اللي هو في يوم من الايام كده كده ده هيحصل. واحب اعزي اهلنا في فلسطين وكل اللي ماتوا ربنا يرحمهم، وكده كده الارض راجعلنا واحنا اصحاب الارض مهما طال الزمن، كده كده الارض لينا وكده كده راجعلنا. المهم بس برضو انا قصدي ان الفيلم عايز يوصل قضيه اكبر منه، وهو فيلم تافه اصلا. يعني اللي شافوا الفيلم قادة العرب فبعديها يتوحدوا، يعني ده هما اللي شافوه 3-4 اصلا. المهم بنشوف شلتوت بيحرق الكتب بتاعت السحر وبتجوز فريده في الاخر، واشتاتا ومرمر اتجوزوا برضو. يغنوا اغنيه ايه؟ جن وجن وانس وانس، انس وانس كله بامر الحب يحن، والفيلم يخلص. وما انصحكش انك تشوفه، جلسه عذاب ده اولا، ثانيا انه متعب بصريا بسبب المكياج الاوفر اللي انت هتشوفه. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، واستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.